مسلسلنا بيبدأ بالسيونغ جي وحد بيكلمه وبيقول له ان مفيش مكان يروحه، وبيكون رايح يركب الطيارة بتاعته بس بيرجع وبيقول له كان لازم تركب الطيارة، والسيونغ بيقول له انا هلاقيك، وبيروح يركب تاكسي وبيروح يشتري قطر وبيفضل يدور على اي حاجة في جسمه ان هم بيعرفوا مكانه لحد ما بيلاقي ورا ودانه حاجة وبيفتحها بالقطر اللي في ايده وبيطلع كانوا حاطين ليه جهاز تتبع. بعد كده بنروح ان حد بيرن الجرس عليه وبيلاقي كارت مرمي من تحت الباب وبيطلع القائد اللي هو مصمم اللعبة، وبيفضل سيونج يضرب نار عليه لحد ما بيصحى من النوم وبيطلع كان بيحلم، وبيكون متفق مع واحد يجي عشان يجمع ناس يدوروا على الراجل اللي شافه وبيقول له هتحتاج تدفع فلوس كتير. سيونج بيطلع له شنطة كلها فلوس وبيخرج الراجل للعصابة اللي معاه وبيقولوا له ان محدش مصدق ان هم يلاقوا الراجل ده. قال لهم ولا انا، بس انا بعمل كده عشان الفلوس، وبيقول لهم لو شفنا الراجل اللي بيلعب داكجي ده هناخد مكافأة مليار ون، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم وبيروح يشرح لهم مواصفات الراجل ده وبيقول لهم طوله بتاع 180 سنتي وبيلعب داكجي وفي محطة القطر وبيكون بيلعب مع ناس ما بيعرفهاش، وبيقول لهم يلفوا المحطات من الاول للاخر ويصوروا نفسهم عشان يثبتوا ده، والفريق اللي هيلاقيه هياخد 500 مليون ون، وبيكونوا كلهم متحمسين وبيبداوا يلفوا ويسالوا في الناس وبيقولوا للناس حد كان بيلعب داكجي وبيضرب الناس بالقلم، وبيفتشوا في اي شنط حد بيشوفوه في المترو عشان لو هو، وبيتصوروا اخر اليوم وبيبعتوا الصور لسيونج جي. وهنا الشرطي هوانغ بيكون مع قبطان سفينه وبيشكره وبيقول له عملنا اللي فيه الكفايه. وهنا بنروح لرئيس العصابه وواحد معاه وبيكون معترض على الاكل وبيقول له احنا فتشنا في كل المحطات ومفيش اي حاجه. بيقول له ممكن يبقى سيونج مجنون بس هو مش هيراعي المليارات عشان شخص مش موجود، هو اكيد عارف حاجه. وفجاه بيلاقوا قدامهم واحد بيلعب داكجي وبيضرب الناس بالقلم زي ما قال لهم سيونج بالظبط، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم وبيتصلوا عليه وبيقول لهم لقيناه بيلعب داكجي وبيضرب الناس زي ما قلت، وبيسلموا بطاقه كمان. وبيتحرك سيونج بسرعه وبيقول لهم خليكوا وراه، وبيطلعوا يمشوا وراه والسيونج بيكون ماشي بسرعه عاليه عشان يروح يلحق الراجل بتاع اللعبه. والراجل بتاع لعبه داكجي بيروح لواحد نايم في الشارع وبيقول له جايب لك هديه صغيره، وبيقول له يختار بين ورقه حظ ولا اكل، وبيكون هياخد الاثنين. قال له لا تقدر تاخد حاجه واحده بس الراجل بيختار الورقه وبيديله عمله يخربش بيها بس بيخسر، وبيكرر الموضوع مع كذا حد وكلهم بياخدوا الورقه برضه وبيخربشوا كلهم وبيخسروا. بعدها بيروح ياخد الاكل كله اللي معاه وبيرميه على الارض. واحد بيجي يقول له ليه انت بترمي الاكل الصالح؟ بيقول له انا خيرتكم وانتوا اخترتوا كده مش انا اللي اخترت، وبيفضل يدوس على كل الاكل. وبيكون سيونج جي ماشي بسرعه عاليه جدا والشرطه بتطلب منه ان هو يقف عشان بيكون عدى السرعه المحدوده، وبيقف وانج وبيبعت الشرطي اللي مستجد عشان يديله المخالفه وبيقول له ان هو اتجاوز السرعه المحدده وممكن يشوف رخصته. وبيكون الراجل ركب التاكسي والاتنين اللي تبعه بيكونوا ماشيين وراه، والشرطي بيقول له غرامه 60,000 وبياخدها منه وبيمشي على طول بسرعه. هوانغ هنا بيكون مستغرب، بيبص بيلاقي الشخص ده هو سيونج، وبيكونوا مكملين ماشي ورا الراجل بتاع اللعبه وبيتفقوا يروحوا عليه هما الاتنين، وبيقول له احنا 2 ضد 1، وبيروحوا وراه بس بيضربهم هما الاتنين وبيخلوهم يغمى عليهم. وبنروح لهوانغ وهو بيدور على ملف سيونغ جي وبيفتكر وهو بيقول له يساعده عشان يلاقي اخوه، بس سيونج في الوقت ده بيعتذر له وبيقول له ان هو في وضع ما يسمحلوش ان هو يساعد اي حد. وسيونج بيكون رايح المكان بس متاخر قوي وبيلاقي السكينه بتاعت الراجل اللي تبعه، وبيكون الراجل بتاع اللعبه ورا سيونج على السطح بس مش بيكون شايفه وبيمشي يدور عليه. وبعد كده بنشوف الراجل بتاع لعبه داكجي رابطهم هما الاتنين قصاد بعض وبيقول لهم هتلعبوا حجره ورقه مقص واكيد عارفين القواعد، وبيقول لهم اكيد شفتوا لعبه الرولت الروسي ان هو يحط رصاصه واحده في المسدس ويقفله وفرصه انك تعيش 5 من 6، وبيضرب بالمسدس في نفسه بس مش بيموت وبيبدا اللعبه. وواحد فيهم مش بيلعب بس الراجل المجنون ده بيضرب عليه نار بس الراجل مش بيموت، وبيبداوا هما الاتنين يلعبوا قصاد بعض واللي بيخسر بيحاول يضرب عليه وبرضه مش بيموت، وبيكملوا لعب وهم مرعوبين وكل حد بيجي يضربه مش بيموت. بيقول لهم طب احنا هنعكس الفرص وبيحط 5 رصاصات وبتكون فرصة الموت هي 5 من 6، فرصة عالية جدا. وبيبدأ يلعب معاهم تاني وبيكونوا مش قادرين يعملوا اي حاجة غير ان هم يلعبوا، وبيضرب الرئيس بتاعهم وبيموته. بنروح لهوان وهو بيطلع المكان بتاع سيونغ جي وبيكون داخل من الشباك وبيكون حد دخل فجأة فبيستخبى ورا اي حاجة، وبيلاقي واحد بيقول له اجمعهم وروحوا على محطة ديبانغ وانا هجيب السلاح واجي. والراجل بيلاقي الشباك مفتوح وبيقفله وبيخرج. وبنروح لسيونج وهو مروح بيلاقي الراجل بتاع اللعبة مستني في البيت بتاعه وبيقول له كان لازم تركب الطيارة في اليوم ده. بيقول له غيرت رأيي لما شفتك، وبيقول له كان لازم اشكرك على اللي عملته معايا. بيقول له انا مجرد رسول بسلم الدعوات بس. فسيونج بيقول له خليني اقابل القائد عندي كلام اقوله له. وبيحكي الراجل ده ان ابوه كان واقف قدامه وبيتحايل عليه عشان يخليه يعيش بس بيضربه بالنار في نص دماغه. بيقول له سيونج انت مجرد كلب عندهم
الراجل بيقول له احنا هنلعب لعبة، وبيكون هوانغ واقف تحت بيت سيونغ بالعربية، وبنرجع ليهم تاني وبيقول له انا متأكد انك شفت افلام لعبة اسمها الرولة الروسي، وهي انك تحط رصاصة وتدور الاسطوانة وتضرب بالمسدس، وقبل كل جولة نفس الكلام عشان الفرص تفضل دايما 1/6. بس انا عاوز اللعبة تكون اكتر جد شوية، وهي ان احنا مش هنلف البقرة في كل مرة، لا احنا هنفضل نضرب ورا بعض لحد ما الرصاصة تخرج. وسيونج بيبدأ بأول مرة وبيمسك المسدس على دماغه وبيضرب، بس المسدس مش بيضرب، والراجل بياخد المسدس بعده وبيضرب برضه نفسه، بس برضه المسدس مش بيضرب. والسيونج بياخد المسدس تاني وبيضرب وبرضه مش بيضرب. برضه بنروح الراجل بيحط المسدس في بقه وبيجي يضرب نفسه بالنار وبرضه مش بيضرب، وبيكون باقي محاولتين 2 بس. وبيقول لسيونج افكارك دلوقتي بتتصارع عشان النسبة بقت عالية، وبيقول له ان ممكن يقول ان المسدس في ايدي ويكسر القواعد ويضربه طلقتين ورا بعض، بس اعترف انك زيك زي كل الموجودين. بس سيونج بيضرب نفسه والطلقة برضه مش بتخرج، وبتكون الطلقة ال5، وبيدوله المسدس وبتكون ديت الطلقة الأخيرة وهي اللي هتقتله. وبيقول له نفس الكلام بتاعه، أفكارك بتتصارع، ولو ضغطت على الزنات مرة واحدة عليا هتموتني وتنفذ الأوامر بتاع رئيسك. بس الراجل بيوجه المسدس على نفسه وبيضرب نفسه وبيموت. وبيكون هوانغ تحت في الشارع وبيسمع صوت ضرب النار وبيطلع جري على فوق، وبيكون الراجل بتاع تاكجي قتل نفسه. وسيونج بيفتكر كلامه وبيقول له لو عاوز تقابل الرئيس بتاعهم فالمفتاح في جيبه. وهوانغ بيكسر الباب عشان يدخل وبيشوف فيه ايه، بس بيدخل بيلاقي واحد مربوط في السرير وبيكون مرعوب، وبيفك بقه وبيبدأ يتكلم معاه وبيقول له ما تقتلنيش. وبنروح لسيونج وهو بيطلع من جيب الراجل كارت، وبيكون هوانغ دخل عليه وبيقول له ارفع ايدك، وبيرفع سيونج ايده، وهوانغ بيبدأ يفتشه ولسه بيتكلم معاه بيلاقي اللي كان لسه مربوط بيضربه على دماغه وبيفقد الوعي. والسيونج بيوجه المسدس ليه وبيقول له انت مين؟ بيرد يقول له انت السيد سيونج، وبيقول له كان بيساعد كيم في انهم يلاقوا الراجل اللي بيلعب داكجي واسمي تشوي، وبعتنا لك الصور من محطة القطر بس ما تقابلناش قبل كده، بس كيم قال عليك انك راجل كويس وانه ما شافش حد زيك. وبيبص على الميت بيلاقي الراجل بتاع اللعبة وبيقول له انت قتلته، وبيفضل يزعق وبيقول له ده قتل كيم وخلاهم يلعبوا حجر ورقة مقص غصب عنهم. وبعد كده بيربطوا الشرطي وبيتكلم معاه وبيقول له انا قابلتك مرتين قبل كده، مرة على الجزيرة ومرة قدام بيتك، وبيقول له فاكر الليلة بتاعت الخناقة اللي كانت موجودة لما سألتك عن هوانغ هو؟ وبيكون سأله فعلا، وبيقول له مين اللي ميت ده؟ قال له ده مجنب بيدور على لعيبة للعبة بس انا ما قتلتوش، هو اللي قتل نفسه اما خسر. وبيقول له يسيبه يمشي، بس تشوي بيدخل يقول له ما ينفعش تثق في الشرطة، بس سيونج بيفكه وبيتحرك معاه وبيوريهم كمية الفلوس اللي معاه ومش بيكونوا مصدقين، وبيقول لهم كل اللي ماتوا في اللعبة ماتوا عشان الفلوس دي، ودي فلوس كلها دم. وبيقول له لو ساعدتني خد اللي انت عاوزه، بس هوانغ بيقول له ان هو مش عاوز فلوس. وبعدها هوانغ بيقول له مش هينفع نقتلهم بشوية مسدسات. سيونغ بياخدهم من المخزن بتاعه وبيكون فيه اسلحة من كل الانواع وبيكونوا مستغربين. بيقول لتشوي ان هو محتاج ناس معاهم عشان يعرفوا يدوروا عليهم، وهوانغ بيقول له اكيد اشتريت الاسلحة دي كلها من السوق السوداء، هي شغالة على كده. بيروح سيونج يضرب بيها عشان يأكد له ان هي كلها شغالة، وبيقول له بقترح عليك انك تستقيل من الشغل بتاعك عشان ما يبقاش فيه ضرر. وبنروح بعدها لواحد لابس بدلة بيدي واحدة كارت دعوة للعبة وبتاخده. وبعد كده بنروح لسيونج وهو جايب دكتور عشان يخلع الضرس بتاعه، وبيكون هيحط مكانه ضرس، بس الضرس اللي هيحطه ده فيه جهاز تتبع عشان يلاقوه، وبيكون الجهاز شغال. وتشوي بيدي الدكتور فلوس كتير وبيقول له ما تفتحش بقك نهائي وبيمشي. وهنا تشوي بيكون جاب ناس وبيبداوا يتدربوا عند سيونج بالسلاح، وبيكونوا ناس متعودين على مسك السلاح قبل كده. بنروح للبنت اللي خدت الدعوه وهي بترن على الرقم وحد بيرد وبيقول لها لو عاوزه تشتركي قولي اسمك وتاريخ ميلادك، وبتقول له اسمها وتاريخ ميلادها وبيديها تفاصيل المكان اللي هينقلها منه. وبنروح بعدها لسيونغ هو وهوانغ وبيكونوا بيتكلموا عن شكل الزعيم، وبيكونوا داخلين مالها ليلي، وبيدخل سيونغ وتشوي، وبعدها حد بيروح لسيونغ وبياخد سيونغ معاه وبيمشي وراه، وهوانغ بيدخل يدور عليه بس بيكونوا طلعوا من الباب الخلفي. وبيركب سيونغ العربيه وبيكونوا الزعيم بيتكلم معاه وبيقول له فاكر لما اتكلمنا مره في العربيه دي؟ وبيقول له عشان كده عاوز اشوفك قوي. بيقول له ماشي، وهو وصلت قول اللي انت عاوزه، عاوز مني ايه؟ وبتكون في عربيات وراهم متتبعين الجي بي اس اللي موجود في سيونغ. وبيقول له سيونغ ان هما بيتلاعبوا بالناس اللي بيكونوا حاسين ان هم وصلوا طريق مسدود وبتخلوهم يجوا لموتهم برجل
رجليهم، وبيكون في قناص بيضرب كاوتش العربية الأولى والتانية وبيعرفوا إن في قناص موجود. وهوانج العربية بتاعته بتكون فيها متفجرات وبتعطل برضه، والسيونج بيرفع المسدس وبيقول له يوقف العربية وبيضرب، بس الإزاز بيكون مضاد للرصاص، وبيسيب المسدس بتاعه وبيقول له خلينا أشارك في اللعبة مرة كمان. بيقول له عاوز تشارك؟ مش من شوية كنت بتقول لي أوقفها؟ بيقول له إن الأغنياء اللي هو بيخدمهم هيشوفوا إن هي ممتعة، إن لو حد كسب رجع تاني. وبيكون هوانج سمعه وبيخرج غاز منوم في العربية، والغاز بيملى العربية كلها وبينام. والزعيم بيقول له اللاعب رقم 456 أهلا بعودتك للعبة. وبتكون اللعيبة راحت للمكان اللي محددينه ليهم، وبتكون عبارة عن عربيات نقل كبيرة، وكل واحد بيدخل في الأوضة بتاعته والعربيات بتتحرك، وبيكون منهم اللي لابسين أقنعة كمان. وتشوي بيقول له هوانج افرض قتلوه، قال له ما كانوش هيجوا هنا لو عاوزين يقتلوه. تشوي بيقول له يعني راح لجزيرة الألعاب، قال له مش متأكد. وتشوي بيكمل وبيقول له لو فشلنا في إننا نمسك الزعيم يبقى نروح الجزيرة، والسيونج كانت دي الخطة بتاعته من البداية. هوانج بيقول له لو الألعاب بدأت حياته هتبقى في خطر ولازم نلاقيه قبل كده. وبيتحركوا بالقارب، وبيكون مكان الGPS في جزيرة وسط المية. وبنروح للسيونج وهو بيصحى بيلاقي نفسه على سرير ورجع للألعاب تاني، وبيكون مستغرب ليه ما تعرفش، وبيكون واخد نفس الرقم برضه. وبيدخل المقنعين عليهم وبيرحبوا بيهم وبيقول لهم هتشاركوا في 6 ألعاب مختلفة على 6 أيام. وحد بيرد بيقول له انت قلت هنلعب ألعاب بس انت خطفتني، بس بيعتذر لهم وبيقول لهم ان ده كان ضروري. حد بيقول لهم ليه بتخفوا وشكوا، وواحدة بتقول لهم ان هي مش عاوزة الهدوم دي، وواحد بيعترض على الكوتشي بس بيرد عليهم ان هم كلهم لازم يلبسوا زي موحد. وبيبدأ يعد اليوم كلهم واحد واحد وديونهم قد ايه، وبيكونوا كلهم معدين المليارات، وبيكون واحد فيهم واصل ل10 مليار، وبيكونوا كلهم مصدومين. وبنرجع لهوانج وهم على المركب وبيكونوا رايحين على مكان الGPS، وبنرجع تاني للعبة وبيقول لهم دي حصلت الفلوس، وبعد كل لعبة من ال6 ألعاب هتتراكم الفلوس فيها. حد بيسألهم هتبقى كام الجايزة، قال لهم الجايزة هتساوي 45 مليار و600 مليون وون، وبعد كل لعبة هتصوتوا عاوزين تكملوا ولا لأ، ولو الأغلبية صوتت على لأ هتمشوا عادي بالمبلغ اللي موجود. سيونج بيقول له يعني هناخد الفلوس لو مشينا بعد اول لعبه. وبتكون الست دي لقت ابنها وبيكون مستغرب انه لقى امه برضه هنا، وبيقول لها بتعمل ايه هنا؟ بتقول له جايت عشان تسدد الدين بتاعه. والمقنع بيقول لهم اللي مش عايز يشارك يقول لنا من دلوقتي ويبقى ليه حريه ان هو يخرج. وكلهم بيبداوا يسجلوا، وبيكون 2 رايحين لواحد ومش بيكون عارفهم بس هم عارفينه، وبيقول له كنت مشترك في قناتك وخسرت كل فلوسي بسببك. بيقول لهم مش انا اللي بتدوروا عليه، قال له انا كنت بشوف المحتوى بتاعك طول اليوم وكل يوم لدرجه ان انا بقيت اشوفك في احلامي. وبيقول له انا ما اجبرتكش انك تشتري العمله. بيقول له انت قلت لنا نراهن بكل حاجه وحلفت ان سعرها هيزيد. وبنروح للبنود بتاعه اللعبه، والاول بيكون انه ما يسمحش اللاعب انه يتوقف عن اللعب، والتاني لا يرفض يلعب هيتكسي، والتالت ان الالعاب بتنتهي لو الاغلبيه صوتت على كده، والرابع في حاله اللعبه انتهت اللاعبين بيتقسموا الجائزه بالتساوي. بنروح لهوانج وهو بيقول للقبطان وصلنا لمكان الجزيره، وبيقول له فين؟ بيقول له عشان في واحد بيلعب الالعاب جوه واحنا بنتعقب المكان بتاعه من الGPS اللي معاه. وبنروح للعيبه هم بيتصوروا الصور بتاعتهم، وبالصدفه بيقابل غونغ بيه وبيكون صاحبه، وبيقول له مش معقول كنت عايش كل ده. والسيونغ بيقول له اهم حاجه تفضل قريب مني، وبيقول له انت بقيت درامي قوي. بيقول له اعمل اللي بقول لك عليه. وهنا بنروح لتشوي وبيكون وصل للجزيره ومع الفرقه اللي اجرها، وهوانغ هنا بيبعت الدرون عشان يدور على الجزيره على اي حاجه. وبنروح للسيونج تاني وبتكون الالعاب هتبدا ورايحين يدخلوا اول لعبه، وبنروح لتشوي عمالين يتبعوا جهاز الGPS، وبيكون الجهاز بيودي الراجل واقف بيصطاد وبيروح عليه وبيفضلوا يفتشوه. وبنروح بعدها للسيونج وهو بيشيل الدرس بتاعه، وكونغ هنا بيكون مصدوم، وتشوي بيلاقي الGPS موجود في الطعم وبيفضل يدور فيه لحد ما بيطلع الجهاز. ونفس الوقت السيونج بيكتشف ان الجهاز مش موجود في الدرس وبيتصدم. وبنروح لتشوي الفرقه اللي معاه وبيقول له الراجل جبت الجهاز ده ازاي؟ قال لهم قبل ما اركب المركب حد قال له ان معاه طعم زياده واداهوله. وبيبلغه هوانغ ان الجهاز مع حد تاني، وبيطلع سيونغ قدام الناس كلها وبيقول لهم يسمعوه، وبيفضل ينادى عليهم وبيقول لهم لو خسرتوا هتموتوا. وبيقول لهم انت بتقول ايه؟ هنموت واحنا بنلعب بشاره حمراء وخضراء؟ بيقول لهم الدميه ديت فيها جهاز رصد حركه، ولو رصد حد بيتحرك هيموت، وعين الدميه ديت هي المستشعر بتاع الحركه. وبيكون واقف قدامهم وبيتحركوا على كلامه، وبيقول لهم اثبتوا اما تلف، واول ما تلف وشها بيقول لهم يجروا، وبيفضل هو في وسطهم وبيقول لهم اثبتوا اول ما بتيجي تلف تاني، واول ما بتلف بيجري معاهم. وبعدها واحنا بيجي على نحله
نحلة وبتسأل اللي جنبها ايه دي، قال لها نحلة بتتحرك مفزوعة وكله بيكون مستغرب وبتلاقي نفسها ميتة فعلا. واحدة بتبص عليها بتتخض من شكل الدم وبتصوت وبتموت هي كمان، وفيهم بيبدأ يجري وبيموتوا كلهم برضه، وبيكونوا رايحين على الباب عشان يفتحوه بس بيموتوا كلهم. وبتكون البنت اللي ظهرت في الاول وبتكون تبع المقنعين، وبيقول لهم سيونج هتموتوا برضه لو انتوا ما خلصتوش اللعبة في الوقت المحدد، وبيقول لهم يستخبوا ورا حد اكبر منهم في الحجم زي ما بتلعبوا لعبة اتبعوا القائد. واحد بيزق اللي قدامه كلهم وبيموتهم، وبيكونوا وصلوا لخط النهاية لما مشي ورا كلام سيونج. وفي واحد بيتضرب بالنار في رجله، وسيونج بيفضل يشجع في اللي باقيين وبيقول لهم قربتوا توصلوا، والراجل ده بيستنجد بسيونج وبيروح له فعلا، وسيونج بيساعده يقوم وبيلاقي واحدة جاية تساعدهم برضه، وبيكون فاضل ثواني وبيجروا وبيلحقوا يدخلوا بيه على الخط بس بيموتوا برضه عشان هو يعتبر خسران عشان يتحرك هو جوه الجيم. وتشوي بيروح يقول لهم حد اتكلم عن اللي احنا بنعمله في المكان ده، والمقنعين بيدخلوا يقول لهم نجحتوا في اول لعبة ومن بين 456 لاعب 91 ماتوا، وبيفضلوا يقولوا ليهم ما يقتلهمش وبيتحاولوا عليهم كلهم وبيكونوا مرعوبين بعد اللي حصل، وبيقولوا لهم ان هم مش هيزوم احنا بنقدم ليكوا فرصة. والسيونج بيقول له البند الثالث اللي هو لو الاغلبية صوتت بلا اللعبة هتنتهي، قال له خلينا نصوت دلوقتي، قال له ماشي بس خلينا اوريكوا الجايزة الاول. وبتنزل الفلوس في الحصالة اللي موجودة في نص المكان وبيكونوا كلهم متنحين عليها، وبيقول لهم اتجمع لحد دلوقتي 9 مليار و100 مليون ون، وممكن تتقسموا المبلغ ده كلكم بالتساوي وتمشوا، وهتبقى نسبة كل واحد 24 مليون 930 ألف و500 ون. وممكن تصوتوا بعد كل لعبة، لو عاوزين تكملوا اضغطوا او، ولو لا اضغط على اكس. وبيبدأ التصويت من الاخر للاول، وبيكون سيونج بيدخل اول واحد وبيختار اكس، وبيقول لهم يحطوا اكس او بناء على الاختيارات اللي هو يختارها، والناس بتبدأ في التصويت وشوية بيختاروا او وشوية اكس. وبعدها سيونج بيفضل يتكلم معهم لما بيلاقي الناس بتختار او، وبيقول لهم انتوا مش شايفين ان دي مش العاب، ممكن نمشي لو جبنا صوت اعلى ولازم نوقف ده. واحد بيتدخل بيقول له انت عرفت ازاي انهم يضربونا بالنار، انت واحد منهم. وغيره بيرد بيقول له انت بتخدعنا انك لاعب، بس هو بيرد عليهم يقول لهم ان هو لعب الالعاب ديت قبل كده، هو عمل كده من فتره وكل اللي معاه هنا ماتوا. واحد بيقول له يعني انت الوحيد اللي كسبت، والتاني بيقول له انت كسبت 45 مليار و600 مليون، ولو كسبت فعلا ايه جابك هنا؟ واحد بيتدخل بيقول له ممكن تدينا النصائح عشان نعرف ازاي نكسب، وبيفضلوا يشجعوا انهم يكملوا عشان معاهم واحد كسب قبل كده. والناس بتكمل تصويت وبيكون نفس الكلام، شويه عايزين يختاروا يكملوا وشويه رافضين انهم يخاطروا بحياتهم، وبتكون النتيجه تعادل لحد اخر واحد وهو رقم واحد، وبيروحوا وبيختاروا وكده الاغلبيه قرروا ان هم يلعبوا، وفرحه على وش ناس وزعل على وش ناس تانية. بعدها بنروح للمقنعين، هم بيدخلوا الجثث للمحرقه، وفي حاجه هنا هنعرفها كمان شويه. وبيروحوا كلهم لسيونج وبيقول له انت لعبت قبل كده، وبيقول له رقم واحد انا ضغطت على او بسببك، وبصراحه كنت خايف بس انت خلتني حاسس ان انا عاوز ادخل جوله كمان. وبيلاقي الناس كلها بتقول له احنا كمان، وبيسالوه على اللعبه التانية، قال لهم ده الغونه وكان منها 4 اشكال. وبيسالوا جون غبيه ايه كان اسهلهم، قال له المثلث. قال له طب وايه الاصعب، قال له الشمسيه. وبيستغربوا هو في حد اختار شمسيه؟ بيفتكر سيونج هو مختار الشمسيه وبيحاول يعيش، وبيقولوا اكيد اللي اختارها مات. وبنروح للست العجوز وهي بتدي البيض بتاعها لواحده تانية، وبتقول لها ان هي لازم تاكل عشان البيض مفيد للحوامل. وهنا رقم واحد بيقول له ليه رجعت تاني، انت كسبت كل الفلوس دي؟ قال له الفلوس اللي كسبتها كلها ملك للناس اللي ماتت، والفلوس دي كلها دم، والفلوس اللي فوق دي برضه نفس الكلام. وبيقولوا لو كنت ضغطت على اكس كانوا خرجوا كلهم من هنا. وبيجي واحد بيقول له ان اداؤه كان كويس وان هو اللي كسبهم، وبيجي عليه غون غبي، وبيطلعوا هما الاتنين كانوا في البحريه، واول ما بيعرف بيقف يديله التحيه وبيعرف نفسه ولا كانه في الجيش فعلا. وفي عركه بتقوم في المكان، وبيكون 2 بيضربوا في واحد، وبيكون بسبب ان هم خسروا كل فلوسهم بسببه، وبيفضلوا يضربوا فيه. بس رقم واحد بيدخل وزانوس بيقول له روح انصح عيالك. بيقول له قلت ايه؟ قال له بقول لك قول لولادك. بيمسكوا من رقبته، والتاني بيجي عليه بيضربه في رجله وبيوقعه على الارض، وبيبدا ضرب في زانوس وبيوقعه على الارض وبيكمل ضرب فيه. وبنروح بعدها وهو قاعد مع سيونج وبيقول له انا اسف، وبيقول له ان هو اختار عشان مراته تعبانه وهي حامل ولازم تعمل عمليه يا اما تجهض الطفل، وهي مش عاوزه تجهض الطفل. فجه اقدم تاجر بيشتغل معاه وسمع عن حالته وساعده، بس الناس قالت ان ديت رشوه واتطرد من الشغل بتاعه. بنروح لحد بيكون بياخد الناس اللي في اللعبه وبيبيعوا اعضائهم، ومش بتكون حاجه صالحه انها تتباع بسبب ان هم جايين ميتين وعدى وقت كتير على موتهم. وبيقول لهم انا قلت لكم هاتوهم عايشين. وبيقولوا ليه ان حد ضرب عليه نار تاني عشان يتاكد من موته، وبيقول له ان اتضرب مره في رجله وبعد كده حد كمل عليه. وبنروح للمقنعه اللي داخله مع الامن، وهي رايحه لرئيس
بيخلص القطاع بتاعها، وبيقول لها انا قلت لك ما تتدخليش لو مش هتساعدي. وبنعرف انها بتموت الناس عشان ما يغروش اعضائهم. وبيقول لها ضربتي نار تاني عشان تتاكدي انهم ماتوا. وبتقول له انا بقوم بشغلي وبس. وبيقول لها انا عارفك من 7 سنين وما كنتش مصدق انك تقتلي وحده مطارده كلها ورسمت طريقك لوحدك، بس تعمل اللي بقول لك عليه. بتقول له لا. قال لها بنستخدم الاعضاء ديت عشان ننقذ ناس تانية. بتقول له لو مفيش حاجه تاني تقولها انا همشي. وبتمشي. وبعدها بيروح هوانج لرئيسه في الشغل وبيقول له اقدر اساعدك ازاي؟ انت عاوزني ادور معاك على الجزيره؟ قال له اه. وبيدخلوا هما الاثنين لرئيسهم في الشغل وبيقول له مش كنا انتهينا من الحوار ده؟ بيقول له ان في حاجات كتير اتغيرت من وقتها. وبيقول له لو كلامك صح فين الدليل؟ الشرطه بتشتغل بالدليل. وبنروح لتاني لعبه وبيكونوا كلهم واقفين ورا سيونج وكلهم بيقولوا المثلث. وبيدخل سيونج يختار اول واحد وبيفتح وبتكون عباره عن متاهه مثلثات وكلهم بيقولوا لسيونج ازاي المثلث اسهل حاجه. حتى غونغ بي بيقول له ده مستحيل حد يحلها. كلهم بيقولوا ليه انت قلت انك كسبت ازاي؟ وكله بيكون بيهاجمه بس بيطلع بيكون حلم. وجون هي بتروح للضرب وبيكون مستغرب ان هي موجوده وبتقول له ما شفتنيش فعلا. وبيقول لها انت ما جهضتيش الطفل ليه وازاي هتربيه من غير فلوس؟ بتقول له ابني ملوش اب ولازم اكسب فلوس عشان اعرف اربيه. وبنعرف ان هو يبقى ابو الطفل ده. وبتقول له انا جيت عشان اشوف وشك اللي مليان ضرب عشان تستاهل كل الضرب ده. وبيدخل المقنعين واللاعبين للعبه التانيه وبيقولوا ليهم يقسموا نفسهم لفرق مكونه من 5 افراد. وبيسالوا سيونج دي لعبه ايه؟ قال لهم مش عارف. وبيكونوا واقفين هم الاربعه وبتاع البحريه وبيقول لغونغ بي انا هدور على واحد. وهنا بيروح جون هي عشان تبقى في فريقه عشان محدش هيختارها وهي كده بتقول له انت ميت بالنسبه لي وبتمشي. وهنا بيروح رقم 7 يدور على اي فريق ليه هو وامه وراحوا لحد قالوا احنا مش بندور على اللي شبهكم. واحد بيقول له لو لوحدك ماشي. قال له ديت امي. وبنرجع لبتاع البحريه وبيجيب واحد وبيكون غني في البحريه برضه بس جون هي بتيجي ليهم عشان تبقى معاهم. وبيقول لها غونغ بي ان هم 5 بتقول لهم ان هي حامل وبيختاروها. وبتروح اخر واحده لفريق الست العجوز عشان يكملوا الفريق وبيشرحوا ليهم اللعبه ان هي هتبدا ورجلكم مربوطه ببعضها وكل فرد هيلعب لعبه كل 10 متر. وبيقولوا لهم على الالعاب واول واحده بتكون داججي والثانيه الحجر الطائر والثالثه غونغ غي والرابعه النحله والخامسه غيغي. وبعدها يعدوا خط النهايه وبيقولوا لهم قرروا مين هيلعب كل لعبه وبيبداوا يختاروا مع بعض. وبتاع البحريه بيقول له انا هلعب غونغ هي عشان انا كنت اخ ل4 بنات وكنت بلعب معاهم دايما. وجون هي بتقول لهم هلعب الداججي. وجون جي بيقول لهم هلعب الحجر الطائر عشان انا كنت رامي في فريق البيسبول. وهنا سيونج بيختار يلعب غيغي ورقم 1 بيختار النحله وبيتجمعوا سوا وبيكون اول فريق هيبدا وبيبداوا يلعبوا الالعاب بنفس الترتيب وبيعدوا اول اختبار على طول وبيروحوا للتاني وبيرمي الحجر بس مش بيجي وبيقول لهم يروحوا يجيبوه. والفريق التاني بيكون وصل لغونغي ولازم يكسبوا المراحل بتاعه اللعبه. واحده بتمسك تلعب اللعبه وبتكون عباره عن انك بترفع الزهر مره وبتمسك غيره قبل ما ينزل وبتوقعهم وبتبدا من جديد. بنرجع للفريق التاني هو بيحاول يرمي الحجر ومش بيجي برضه. وبنرجع تاني للست ديت وهي بتلعب وبيكون لازم تلفهم كلهم على ايدها وبيقع واحد منهم وبتبدا من جديد. وبنروح تاني للفريق اللي قصادهم وهو بيكون لسه بيلعب لعبه الحجر الطائر وبيرمي ومش بتيجي برضه. والست بتحاول تاني والمره دي بتكون احسن بكتير وبتلفهم على ايدها صح وبترفعهم وبتمسكهم وبتكون كسبت. ولسه التانيين عند الحجر الطائر وبيجيبها اخيرا بس المقنع بيقول له غلط عشان رجله كانت عدت الخط. والفريق التاني بيروح للعبه النحله وبيبدا يلفها والتاني بيرمي الحجر ومش بتيجي برضه. وهنا بيمسك النحله بعد ما بيكون لفها وبيرميها بس مش بتلف وبيكون لازم تلف وبيجرب تاني وبيلفها والفريق التاني بيرمي الحجر وبيجيبه بس بيكون الوقت خلص وبيموتهم كلهم ولا فريق من الاتنين نجح ان هو يعدي. وبيكون واحد فيهم صاحي لسه والمقنع بيكون عارف وحد بيروح يقول لهم يفتحوا الصندوق وبيقول لهم ده امر وبيفتحوا بيلاقي صاحي وبيموته عشان محدش ياخد اعضائه. وبنبقى عارفين ان ديت المقنعه اللي معاهم والمقنعين بياخدوا الباقي يشيلوهم وبيكون الفرق التانية بتستعد عشان تدخل وبيكون فريق الست العجوز وابنها والفريق بيبدأ يتحرك وبياخد اول لعبة وهي الداججي وبتحاول تضربها كذا مرة بس مش بتتقلب لحد ما واحدة بتقول لها تقلب الكارت وتجرب وفعلا بتنجح في كده. وهنا بيروح على تاني لعبة ورقم 7 بيرمي الحجر بس مش بيجيبه وبيروح يجيبوه تاني وبيرمي تاني بس قبلها امه بتقول له تخيل الراجل اللي خدعك وبيزهق وبيقوم رامي الحجر وبيجيبه فعلا. وبيتحركوا على تالت لعبة وبتكون الست العجوز هي اللي هتلعب وبتبدأ لعبة بس بعد اول حركة الزهر بيقع منها وبتحاول تاني بس بتكون مركزة المرة دي اكتر بس بتقع منها برضه وبتحاول تالت والمرة دي بتلعب احسن من اللي فاتوا وبتنجح ان هي توصل ان هي تقلبهم على ايديها وبيكون ناقص بس تمسكهم وبتمسكهم فعلا بعد تشجيع ابنها. وبنروح للعبة الرابعة وبتكون بتلف الحبل على النحلة بس بتقع منها على الارض وبتكون متوترة
طياره ومش عارفه تلف الحب، بس الست العجوز بتحاول تهديها وبتقول لهم هنموت كلنا. بتلاقي واحده بترزعها كف وبتديها التاني وراه على طول وبتقول لها هموتك قبل اللي انت بتامني بيه ما يموتك، وبتحاول تاني وبتكون بتركيز المره دي وبتنجح، والنحله بتلف اخيرا. وبيروحوا لاخر لعبه وبيعرفوهم ان هي لازم تنطط الغي 5 مرات ورا بعض، وبتبدا تنطط وبيكونوا بيعدوا وراها وبيكون كله فرحان ان هم كسبوا وبيكملوا وبيروحوا خط النهايه وبيكسبوا في اللعبه دي. وبنروح لفريق سيونج وهو بيكون اخر فريق موجود وبيكون معاهم فريق كمان وبيحاولوا يشجعوا نفسهم. وبيروحوا على اول لعبه وجون هي بتقلب الداججي من اول مره، وبيروحوا للحجر الطائر وغونغ بيه بيرميه اول رميه وبيجيبه فعلا. وبيروح للعبه الثالثه وجندي البحريه بيبدا وبيكون متمرس فيها قوي وبيكون مفيش ولا حجر بيقع منه وبيقلبهم على صابعه وبيمسكهم من اول مره برضه. وبيروح للعبه النحله وبيكون رقم 1 هو اللي يلعبها وبيلفها وبيجي يرميها بس مش بتلف، وبيجرب تاني بس بيرميها رميه لورا وبيبدا يضرب في نفسه عشان يشجع نفسه وبيلفها تاني والمره دي بتلف وبيكسبوا في اللعبه الرابعه. وبيروح للعبه الخامسه بس بيكون سيونج هو اللي يلعبها، وزي ما احنا عارفين لازم ينططها 5 مرات وبيفضل ينطط فيها بس اخر واحده بتبعد عنه، بس رقم 1 بيمد رجله وبيلحقها وبيكسبوا اللعبه الخامسه كمان. وبيروحوا على خط النهايه وبيكسبوا على اخر حاجه والوقت بيخلص واللي قصادهم بيموت. وبيروحوا تاني للحصاله اللي موجوده في نص المكان وكله بيكون بيبص عليها وبيقولوا ليهم في تاني دور في اللعبه 110 ماتوا والجائزه بقت 20 مليار و100 مليون وون، وباقي 255 لاعب فكل واحد هياخد 78 مليون 823 الف 530 وون. وبيبداوا في التصويت ورقم 1 بيكون هو اللي هيبدا وبيختار اكس المره دي. وبعدها بيروح واحد يصوتوا كالعاده وبيكون فيهم اللي عاوز يكمل وفيهم اللي عاوز يمشي وكفايه كده، وبيشجعوا الناس انها تكمل وبيقولوا لهم اتبقى 255 يعني اكتر من النص عاش. بيكملوا تصويت وبيكون رقم 7 اختار او وبيروح يعتذر لامه وبيقول لها ان الدين بتاعه اعلى من كده. وبيكون غونغ بيه صوت باو برضه عشان عليه ديون كتير برضه. سيونج بيقول لهم ممكن اللعبه الجايه نقتل بعض، بيقول له دي مبالغه. والسيونج بيقول لهم لما النور يطفي ممكن حد يهاجم عليهم وانهم هيبقى واحد منهم صاحي ويبدلوا نبطشيه مع بعض عشان يحميهم لما النور يطفي. وبنروح لتشوي هو جايب فريق كمان عشان يدوروا في اوسع نطاق وبيقول لهم لو لقيتوا اي حاجه غريبه اتصلوا علينا على طول. وبيكون الفريق التاني هيفتش في المنطقه الشماليه وهم يروحوا للجنوب الغربي. وبيروح اللعبه الثالثه وبتكون منصه كبيره وبيعرفوهم طريقه اللعب وان اول ما يقولوا لهم رقم يجمعوا ويدخلوا الاوضه بالرقم ده ويقفلوا على نفسهم، كل ده في 30 ثانيه بس. وبيبدا الكل يتفقوا لو 4 هيعملوا ايه ولو 2 هيعملوا ايه ولو اكبر من 5 هيجيبوا ناس زياده منين ولو 3 أو 4. قالوا هنشوف حل واللعبه بتلف بيهم وبيقولوا ليهم 10 انهم يكونوا فريق من 10 اشخاص وبيكون قدامهم 30 ثانيه بس، وبيفضلوا يجمعوا مع نفسهم فرق عشان يلحقوا يدخلوا واللي مش بيدخل بيموتوه وناس كتيره بتموت. وبعد كده بيروحوا في النص تاني وبتلف بيهم اللعبه تاني وبيكونوا كلهم مرعوبين من اللي حصل وبيقولوا ليهم يشكلوا فريق من 4 وبيروح رقم 1 يكون مع حد تاني فريق عشان يخلوهم هم ال4 مع بعض وبيدخلوا واللي بيفضل بره بيموت برضه. وبيكون في اوضه فيها 3 وبتوع الكاميرات بيبلغوهم انهم خسروا برضه وبيروح عليهم بيكونوا 3 فعلا وبيموتهم كلهم. وبعدها بيروحوا في النص تاني وبتلف بيهم اللعبه تاني كالعاده وبيقولوا لهم رقم 3 وكله بيكون متبرجل في الحوار ده، وناس بياخدوا رقم 7 من امه وبيدخلوا معاهم وبيسيبها بس سيونج ورقم 1 بياخدوها معاهم واللي فضل بره بيتقتل برضه كالعاده. وبعدها بيروحوا تاني تلف بيهم وبيكون الرقم المره دي 6 وبيبداوا يقسموا نفسهم ويجروا كلهم وهم بيجروا. واحد بيخبط في يونغ مي وبيكونوا مستنيينها بس واحد بيدخل يقفل الباب عليهم عشان بيكونوا هيموتوا كلهم وبتتقتل قدامهم. وبيروحوا تاني على الدايره وبتكون دي اخر جوله ورقم 1 بيقول لهم الرقم هيبقى 2. قالوا ليه؟ قال لهم عشان في 126 واحد وموجود 50 اوضه يعني 100 واحد بس اللي يفضلوا. وبيقولوا 2 فعلا وكله بيجري واللي يلحق. وبيكون واحد دخل مع رقم 1 وغونغ بيه وبيدخلوا بيلاقي واحد جوه معاهم كمان وبيقول له رقم 1 يخرج بس مش بيرضى، فرقم 1 بيمسكوا يقتلوا قبل ما العدد يخلص عشان لو هم ال3 هيموتوا برضه. وبيكون في واحد صاحي من الناس اللي اتضربت بالرصاص بس الصندوق بينزل تحت ومعناه انهم هيروحوا ياخدوا اعضائه وبعد كده النار بتشتغل على الفاضي كانهم حرقوه يعني. وهنا حبيب جون هي بيروح ليها وبيقول لها ان لما يخرج تديله فرصه تانية وبيقول لها تثق فيه تاني ولما يخلفوا ابنهم ويبداوا حياه جديده بس هيسدد الديون الاول وبيكون طمعان في الكام مليون اللي معاها. وبتقول له جون هي ان الفلوس دي هتربي بيها ابنها. والمقنعين بيدخلوا وبيهنوا اللي كسبوا وبيعرضوا النتائج
النتائج بتاعة اللعبة. وبيكون هونغ هنا بيراقب بالدرون الجزيرة وبيلاقي باب موجود على الجزيرة وبيجهزوا انهم ينزلوا. وبنرجع للعبة تاني وبيكون نصيب كل واحد وصل 356 مليون وبيقول لهم هيبدأوا التصويت تاني. وبيبدأ المرة دي بسيونغ وبيختار اكس وكل واحد بيدخل يدي صوته وبيكون كالعادة ناس عاوزة تمشي وناس كفاية كده مش عاوزة تكمل. وهنا هوانغ بيوصل الجزيرة والفريق بتاعه معاه عشان يروحوا للباب اللي موجود وبيكونوا بيتقدموا عليه بحذر وبيجوا يفتحوه بيحصل انفجار كأنهم كانوا عارفين انهم جايين عليه. وبنرجع للعبة تاني وبيكون النتيجة تعادل وبعدها او بيفرق بواحدة واكس يتعادل لحد ما هو بيجيب 50 واكس 49 وبيكون رقم واحد هو الاخير وبيختار اكس وبتكون النتيجة تعادل. وبيقول لهم هنسيبكم لحد بكرة تفكروا تاني ويبدأ التصويت تاني من بكرة يمكن حد يغير رأيه. وهنا تشوي بيقول لهوانغ انهم حطوا ليهم افخاخ فاكيد عارفين مكانهم وبيبلغوا انهم يفصلوا موبايلاتهم وبتقوم خناقة كلامية بين او واكس. بعد كده سيونج وهو بياكل بيلاقي في الاكل بتاعه شوكة حديد وبتكون مع كل واحد وبيكون زانوس بيجي على واحد عشان يختار اكس وبيقول له يختار او بس واحد بيتدخل وبيقول له كفاية وزانوس بيقول له شوف انت رايح فين وبيستفزه لحد ما بينادى على فريق اكس كله وبيقول لهم بيجبر واحد منهم ان هو يختار او. وبيبدأ زانوس يجمع فريق او برضه وبيستفزوا ام جي كوين بجون هي وبيجيبوا سيرتها وام جي بيزهق عليه وبيحاول يضرب زانوس بس زانوس بيضربه وبتقوم عركة بين الفريقين وكله بيلطش في كله ومحدش عارف مين مع مين وبيكونوا كلهم همهم يكسبوا التصويت. وزانوس بيكون خانق ام جي وهيموته بس ام جي بيضربه بالشوكة في رقبته وبيموته وكله بيضرب في كله وبيموتوا في بعضهم وبيكون المقنعين واقفين عادي مستمتعين باللي بيحصل عادي. وفجأة الناس هم واقفين في مكان نومهم بيلاقوا ان تم اقصاء كذا واحد وبيكونوا كلهم مستغربين هما ماتوا فين دول. والفريقين بيدخلوا وبيقولوا كنا في الحمام وهجموا علينا وبيحاولوا يقتلوا بعضهم تاني بس بيقولوا خلونا نعد نفسنا وكل فريق من الاتنين بيبدأ يعد نفسه. وبنروح لواحد في المركب وبيكون دايخ من البحر وبيرجع بيلاقي نور بيدخل يشوف في ايه بيلاقي القبطان ماسك الدرون بتاعه وبيقول له ان هو بيشوفها وخلاص بس الراجل بيقول له انت مين والقبطان بيقتله وبيرميه في البحر. وتشوي بيجي على الصوت وبيقول مين هنا بس القبطان بيقول له انا القبطان برك. وتشوي بيقول له ان هو سمع صوت قال له هو كمان بس لازم تنام عشان هنصحى بدري. وبنرجع تاني هم بيعدوا العدد اللي معاهم وبيكون فريق او ناقص منه 3 وبيكونوا 47 واحد وفريق اكس بيكون ناقص منه 2 وبيكونوا 48 واحد. وسيونج بيقول لهم انهم هيهجموا عليهم بالليل ولو عرفنا نقبض على صاحب اللعبة هنكسب وقتها. ورقم واحد بيقول له وازاي هنقتلهم. وهنا المقنعين بيكونوا رايحين يقفوا قدام الباب عشان عارفين انها تحصل عركة بالليل. والسيونج بيقول له هنموتهم بالاسلحة برضه. يغون غيبي بيقول له معناش اسلحة قال له هناخدها منهم. بيقول له رقم واحد حتى لو خدنا الاسلحة منهم عددهم اكبر مننا بكتير. بيقول له ايوه بس لو فاجئناهم. وبيقول له ان هم من بين كل الناس مش هيتوقعوا ان هم يهجموا عليهم ودي فرصتهم الاخيرة عشان يوقفوا الالعاب دي. ولما الخناقة بتبدأ وبيكون المقنعين واقفين ورا الباب كلهم والنور بيطفي وبيبدأ فريقه ان هو يتحرك عليهم بس سيونغ بيكون قايل لهم انهم ينزلوا تحت السراير عشان ما يهجموش عليهم. وفريقه فعلا بيروح يهجم على فريق اكس وبيموتوا ناس منهم وكله بيموت في كله عشان التصويت يبقى ليهم ويكملوا لعب. وسيونغ بيقول لهم لازم نفضل مستخبيين لحد ما الخناقة تخلص وما تتدخلوش في اي قتال. ورقم واحد بيقول له هنعمل تضحية بالناس دي عشان الكل وبيقول له في الوضع ده انا معاك. وبيقول لهم ان المقنعين هيدخلوا عشان مش هيسيبهم كلهم يموتوا يعني عشان مش هيبقى فيه لعبة بعد كده لو كلهم ماتوا. وبيدخل فعلا المقنعين عشان يلحقوا اللي باقي منهم ودي بتكون فرصتهم انهم يبقوا عاملين نفسهم ميتين وياخدوا منهم السلاح وبيبداوا يموتوا فيهم وبيكون عرفوا يمسكوا سلاح منهم فعلا. وبتبدا مناوشات بينهم وبيقتلوا اكتر عدد من المقنعين وبيكون المقنعين محصورين وسطهم وبيموتوا. القائد بتاعهم بيخلوهم ينسحبوا من المكان ويقفلوا الباب بس واحد بيفضل جوه والباب بيتقفل عليه. وبيكون فريق اكس عاوز يقتل فريق او كله بالنار على اللي عملوه فيهم بس السيونج بيلحقهم وبيقول لهم لا وما خدناش السلاح عشان كده. وبيقول لهم يخرجوا محدش هيكلمهم وبيبداوا يبوظوا الكاميرات اللي في المكان عشان محدش يبقى شايفهم وبيبلغوا المقنعين كلهم يجمعوا عشان اللي حصل ده. وبيكون سيونج بيجمع في الاسلحه كلها والخزن وبيقول لهم هنطلع على مقر المقنعين واي حد بيعرف يستخدم السلاح وعاوز يجي معاهم يجي. واحد بيتقدم وبيبدا ناس كتير تتقدم معاهم وبتكون واحده واقفه وبتعرفهم البندقيه
دي ايه وازاي تفك الخزنة وازاي تشد الاجزاء وتكون جاهزة للضرب. وبتكون كانت رقيب من الدرجة الاولى في القوات الخاصة لجمهورية كوريا. وبيروح سيونج للمقنع اللي الباب اتقفل عليه وملحقش يخرج وبيقول له اخلع القناع بتاعك، والسيونج بيقول له خدنا للقائد بتاعك، وبيكسروا الازاز اللي موجود في الباب وبيفتحوا الباب من بره. وبيكون سيونج محرك قدامه المقنع ده وبيخرج كل اللي اتطوعوا معاه وراه. وبيكون في صوت بيقول لهم ده وقت النوم وانهم يرجعوا يناموا، وبيبداوا يكسروا في الكاميرات كلها عشان ما يعرفوش مكانهم. وبيبدا المقنعين يضربوا نار عليهم، وبيبدا سيونج والفريق بتاعه يردوا الضرب ده، بس سيونج والفريق بتاعه بيكونوا موتوا عدد كبير من المقنعين وبيكملوا في فصل الكاميرات اللي موجوده كلها. والمقنع بيقول لسيونج ان مدخل الاداره من هناك واوضه التحكم فوقها على طول، وهيحتاج القناع بتاعه عشان يعدي النظام الامني. واحد بيقوم ضربه بالنار وهو واقف. وبيكون المقنعين رجعوا بعدد زياده، وفريق سيونج والمقنعين بيفضلوا يضربوا نار على بعضهم. وبيكون سيونج هياخد غونغ بيه معاه عشان يدخلوا الاداره، وبياخد القناع وبيجروا يدخلوا، وبيفضلوا يدوروا في كل مكان بس مش بيلاقوا اي حاجه. وبيكون جندي البحريه بيضرب نار وهو مش شايف اي حاجه كانه اول مره يضرب نار. وبنرجع لسيونج وغونغ بيه. بعد كده سيونج بيلاقي كاميرا كاشف للوش وبيحط القناع على وشه، والمسح بيقرا الوش وبيفتح لهم الباب وبيدخل هو وغونغ بيه. والباب بيكون بيقفل بس غونغ بيه بيحط سلاح عشان يمنع ان الباب انه يتقفل. وبيقول له انت جبتني ليه مكان يونغ ايل اللي هو رقم 1؟ قال له عشان ده صاحبي. وبيكونوا ماشيين وبيلاقوا مقنعين قدامهم وبيفضلوا يضربوا عليهم نار. وبعد كده سيونج بيطلع القناع تمويه، واحد بيطلع يضرب على القناع وغونغ بيه بيقتله. وبيعرفوا ان في ذخيره في جيوبهم، وبيكون في مقنعين كتير جايين عليهم وبياخدوا اماكنهم بحذر. وبيكون الزعيم شايف كل ده في الكاميرات. وبيكون فريق سيونج مكمل في ضرب النار مع المقنعين. واحد بيجي من وراهم وبيقتل واحد بس بيلحقوا يموتوه بعدها. وبيشوفوا مخازن الذخيره بتاعتهم وبيكون منهم اللي باقي له النص. وغونغ بيه بيقول لهم انهم تحت اوضه التحكم بالظبط بس عايزين دعم وذخيره. وبيقول لهم هتلاقوا مخازن الذخيره في جيوب الناس المقنعه دي، وحد يروح يجيب الذخيره اللي موجوده في المكان بتاع النوم بتاعهم. وهنا جندي البحريه بيقول لهم هروح انا، وبيروح جري عشان يجيبها وبيكون مش عارف المكان بس بيمشي ورا الكاميرات اللي متكسره. وهنا رقم 1 بيدخل وبيكون معاه 2 كمان عشان يلحقوا سيونج. والسيونج بيروح على المقنع اللي قدامهم عشان يجيب منه سلاح وذخيره، وغونغ بيه بيحميه وبيجيب منه ذخيره وبياخد منه السلاح كمان وبيضرب عليهم نار عشان يعرف يرجع. وبيتشالب على السلم وبيرجع. وبيكون جندي البحريه بيدور على الخزن اللي في جيوب المقنعين، ورقم 7 بيساله ايه اللي حصل. وبيكون سيونج بيه اتضرب برصاصه في دراعه، وغونغ بيه بيقول له لو مت قبلي هموتك ازاي ما تعرفش. وهنا رقم 1 بيروح لهم هو والاثنين التانيين، والسيونج بيقول له ان هم فوق بس مش هيعرفوا يطلعوا من هنا. ورقم 1 بيقول له خلي تركيزهم عليكم واحنا هنلف من وراهم. وهنا جندي البحريه بيكون مجمع كل الخزن وبيكون رايح ليهم تاني، بس بيسمع صوت ضرب نار كتير والجهاز اللاسلكي بيقع من ايده من شده الخوف. وبيكون رقم 1 والاثنين اللي معاه بيلفوا من ورا، وبيقول للسيونج انهم ملوا الاوضه وابدا اشغلهم عننا. وبيكون الاثنين اللي معاه يضربوا عليهم بس بيقتلهم رقم 1. وبيطلع رقم 1 كان مع مصممين اللعبه وبيقتل التاني. وبيكلم سيونج وبيقول له ان هو اسف وهو مات هو كمان، وبيضربه بالرصاص تاني على اساس ان هو مات. وبيغير القناه وبيقول لهم ابداوا تنهوا كل حاجه. وهنا بترجع واحده تدور على جندي البحريه وبتدخل تلاقيه خايف وقاعد في ركنه وبيقول لها انا اسف، وبتاخد الذخيره. وبيكون المقنعين داخلين عليهم وبتكون ناويه تضرب نار عليهم برضه، بس الست العجوزه بتقول لها لا كل حاجه خلصت. وهنا واحد بينتحر اما بيلاقيهم كلهم داخلين عليهم. وهنا الباقي بيستسلموا وبيرمي السلاح بس بيموتوهم برضه. والسيونج وغونغ بيستسلموا برضه عشان معهمش اي ذخيره. وبيظهر القائد بتاع اللعبه وبيقول له سيونج استمتعت وانت بتلعب دور البطل، وبيكون بيوجه المسدس ليه وبعدها بيوجهه لغونغ بيه وبيقتله قدامه. وبيفضل سيونج يصوت من الزعل والوجع اللي جواه. وبكده يكون مسلسلنا خلص، واكيد في جزء ثالث واعلنوا عنه ان هو هينزل السنه دي ان شاء الله. ولو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ولو عاوز نتكلم عن اي فيلم او اي مسلسل او اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمل عنها. وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اعرف انزل اكبر قدر اقدر انزله. وبس كده، سلام.